بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبناء الطلبة، سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمل عنوان اختبار الفصل الأول في الرياضيات للأولى ثانوي رقم 4. إنه تمرين رائع، حيث قال واحد: انشر العبارتين التاليتين 3x زائد 3 الكل مربع وx ناقص 1 الكل مربع. قال لتكن الدالة f والمعرفة على المجال من ناقص 3 إلى 3 مغلق، حيث f لx تساوي جذر 9x مربع زائد 18x زائد 9 زائد جذر 9 في x مربع ناقص 2x زائد 1. ثانيا قال اكتب f لx دون استعمال رمز الجذر التربيعي. ثم ثالثا قال احسب f لx من أجل قيم x عند 1 وناقص 1، يعني f لواحد وf لناقص 1. رابعا قال اثبت أن الدالة f دالة زوجية. خامسا قال اكتب f لx دون رمز القيمة المطلقة. سادسا قال حدد تغيرات الدالة f على المجالات من ناقص 3 إلى ناقص 1، ومن ناقص 1 إلى 1، ومن 1 إلى 3. سابعا وأخيرا قال شكل جدول تغيرات الدالة f أكيد على المجال، تعريفها اللي هو من ناقص 3 إلى 3. إذا لننطلق على بركة الله في الشرح المفصل. إذا ننطلق للإجابة على أول سؤال. قال انشر العبارتين التاليتين 3x زائد 3 الكل مربع وx ناقص 1 الكل مربع. إذا نكتب هنا نشر ماذا؟ العبارتين. أولا ننطلق بالأولى اللي هي 3x زائد 3 الكل مربع، إنها متطابقة الشهرة الأولى. مربع الأول يعني مربع هذا اللي هو 3x لما نربع أصبح لنا 9x مربع، زائد مربع الثاني اللي هو 9 زائد ضعف الجداء هذا في هذا اللي هو 9 في 2 تصبح لنا 18x. يمكن أن نرتب، تصبح لنا 3x زائد 3 الكل مربع تصبح تساوي لنا 9، قلت 9x مربع زائد 18x زائد 9. هذا نشر العبارة الأولى. نأتي الآن إلى العبارة الثانية اللي هي x ناقص 1 الكل مربع، إنها المتطابقة الشهيرة الثانية. مربع الأول اللي هو x مربع زائد مربع الثاني ناقص ضعف الجداء معناه ناقص 2x. نرتب تصبح لنا x ناقص 1 الكل مربع يصبح يساوي لنا x مربع ناقص 2x زائد 1. هكذا الآن قمنا بنشر هاتين العبارتين، لكن لهم أثر على الأسئلة التي ستأتي بعدها. بعدما أنهينا مع هذا الجزء نأتي الآن إلى الجزء الثاني. قال لتكن الدالة f المعرفة على المجال من ناقص 3 إلى 3 مغلق، حيث عبارة الدالة هي f لx تساوي لنا جذر 9x مربع زائد 18x زائد 9 زائد جذر 9 في قوس x مربع ناقص 2x زائد 1. قال اكتب f لx دون استعمال رمز الجذر التربيعي. إذا نكتب هنا كتابة f لx دون رمز الجذر التربيعي. لاحظوا جيدا هنا أبنائي كيف تتم. لو نلاحظ جيدا وندقق مع بعض، أليس هذه 9x مربع زائد 18x زائد 9 هي هذه يا أبنائي؟ نعم. وأليس x مربع ناقص 2x زائد 1 هي x ناقص 1 الكل مربع؟ نعم. إذا فماذا تصبح لنا هكذا f لx تساوي هذه نعوضها بهذه، لاحظتم؟ فتصبح لنا جذر هكذا 3x زائد 3 الكل مربع ثم زائد الجذر. لاحظوا نقطة نقطة، هذه ليس الكل إنما هذا فقط، هذا الذي أريكم إياه نعوضه بهذا، فتصبح لنا 9 في x ناقص 1 الكل مربع. لكن الشيء الذي عليكم أن تنتبهوا له وقد درستموه أن القيمة أن جذر x مربع يخرج من الجذر بالقيمة المطلقة لx. إذا هذا التربيع إذا نزع الجذر مع التربيع يبقى لنا القيمة المطلقة. إذا فماذا ينتج؟ ينتج لنا هكذا f لx تساوي لنا القيمة المطلقة ل3x
زائد 3 زائد التسعة بماذا تخرج؟ تخرج لنا ب 3 في إكس قيمة مطلقة لإكس ناقص 1 هكذا. لماذا يا أبنائي؟ لأن قلت جذر 3x زائد 3 الكل مربع هذه تخرج لنا بالقيمة المطلقة ل 3x زائد 3، وعندنا جذر 9 في x ناقص 1 الكل مربع تساوي التسعة تخرج لنا ب3 والآخر يخرج لنا x بالقيمة المطلقة ل x ناقص 1 هكذا حتى تفهموا جيدا الفكرة. الآن يمكن لنا أن نستخرج الثلاثة من هنا ومن هنا كعامل مشترك، فماذا تصبح لنا هكذا 3 في القيمة المطلقة ل x زائد ماذا؟ زائد 1 زائد 3 في القيمة المطلقة ل x ناقص 1. يمكن الآن هذا وهذا أن نستخرجه كليا عامل مشترك، فماذا تنتج؟ تصبح لنا عبارة الدالة f بدون الجذر التربيعي f ل x عفوا، وإذا قلت f ل x تصبح تساوي 3 ونفتح هكذا، ركزوا نستعمل الألوان ونفتح قوس، إذا ننزعه من هنا وننزعه من هنا ونستخرجه إلى هنا عامل مشترك، فتصبح لنا بالداخل القيمة المطلقة ل x زائد 1 زائد ماذا؟ زائد القيمة المطلقة ل x ناقص 1، ونقوم بغلق هكذا. إذا هذه هي عبارة الدالة f بدون رمز الجذر التربيعي، يعني بدأ هنا رمز القيمة المطلقة، لأن قلت شيء ها هو القانون، القيمة المطلقة عفوا جذر x مربع يساوي القيمة المطلقة لx، لهذا عليكم أن تنتبهوا لهذه القواعد يا أبنائي. بعدما استخرجنا هذا الأمر نأتي الآن إلى سؤال قال احسب f لx من أجل قيم x تساوي 1 وتساوي ناقص، يعني حساب f لواحد وحساب f لناقص 1. إذا نكتب هنا حساب f لناقص 1 و f لمن؟ لواحد. عندنا عبارة الدالة ها هي، نستغل هذه، تعالوا نعوض بناقص 1 هنا وناقص 1 هنا وناقص 1 هنا، فماذا ينتج يا أبنائي؟ تصبح لنا f لناقص 1 تساوي 3، نفتح قوس، هذا مع هذا يذهب، تصبح لنا هنا كم؟ 0. أما هنا تصبح لنا ناقص 1 وناقص 1 هي القيمة المطلقة لناقص 2، والقيمة المطلقة لناقص 2 هي 2. إذا هنا كليا في هذا داخل القوس الأحمر نتحصل على 2، فتصبح لنا ماذا؟ تصبح لنا f لناقص 1 تساوي لنا كم؟ تساوي لنا 6. نفس الخطة الآن نقوم بحساب f لواحد. f لواحد هنا كذلك ماذا نعوض؟ نعوض هنا بواحد وهنا بواحد وهنا بواحد، هنا أكيد تصبح لنا 0، وهنا تصبح لنا 1 وواحد اللي هو 2 في 3 تصبح لنا f لواحد تساوي لنا 2 في أو 3 في 2 كم؟ إنها 6. إذا الواحد والناقص 1 لهما نفس الصورة اللي هي 6 فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا السؤال نتطرق الآن إلى رابعا، قال أثبت أن الدالة f دالة زوجية. إذا نكتب هنا إثبات أن الدالة f كيف هي دالة زوجية. لاحظوا نقول حتى تكون f دالة كيف هي زوجية يجب أن، لاحظوا جيدا، أن يكون x ينتمي إلى df، يعني ينتمي من ناقص 3 إلى 3، وماذا؟ وناقص x ينتمي كذلك من المجال التعريف اللي هو من ناقص 3 إلى 3، والأمر الآخر وإذا هذا الشرطين، والأمر الآخر أنه f لناقص x تساوي لنا f لx. تعالوا ننطلق. إذا كان عندنا x أولا ينتمي من المجال من ناقص 3 إلى 3، f لx ما هي؟ تصبح لنا هنا f لx هي نفسها اللي هي تساوي لنا 3 في القيمة المطلقة لx زائد 1 زائد ماذا؟ زائد x القيمة المطلقة لx ناقص 1 هكذا. الآن إذا كان x ناقص x ينتمي إلى df اللي هو من ناقص 3 إلى 3، فتصبح لنا f لناقص x عفوا f لناقص x. ركزوا
إذا f لناقص x. نأتي الآن إلى عبارة الدالة في كل مكان من x نعوض بناقص x. هذا هو. هذه تصبح لنا تساوي 3 في نفتح قوس القيمة هنا المطلقة لناقص x زائد 1 زائد ماذا؟ زائد القيمة المطلقة لناقص x هكذا ناقص 1 هكذا. علينا أن ننطلق من هذا الفرع. إذا أن نجد هذا الفرع يعني f لناقص x نجدها تساوي f لx. لاحظوا فتصبح لنا f لناقص x تساوي 3 نفتح هكذا في تصبح لنا هنا في هذا المكان تصبح القيمة المطلقة لناقص x زائد 1 زائد القيمة المطلقة لناقص x ناقص 1. لكن الشيء الذي علينا أن نعلمه أن القيمة المطلقة لناقص x زائد 1 يا أبنائي هي نفسها هي القيمة المطلقة لx ناقص 1. هذه من خواص. إذا قلنا المسافة ما بين A و B تساوي المسافة ما بين B و A، إذا هنا يمكن أن نضرب هنا في ناقص ولا يحدث شيء. هذه من خواص القيمة المطلقة. وعندنا كذلك الأمر الآخر أن القيمة المطلقة لناقص x ناقص 1 هذه نفسها هي القيمة المطلقة لx زائد 1. هذه خواص القيمة المطلقة، يعني أن نضربها في ناقص بالداخل فلا يحدث شيء، لكن بالداخل ليس هنا خارجا. إذا ضربنا هذه في ناقص فتصبح لنا هنا x وهنا ناقص 1 ها هي، وهذه هي جزء نضربها في ناقص لأن الأمر متعلق بالقيمة المطلقة. تصبح لنا x زائد 1. إذا سوف نعوض كل واحد بما يساوي. هذه نأتي بها إلى هنا وهذه نأتي بها إلى هنا، فماذا ينتج؟ تصبح لنا تساوي كم؟ تصبح لنا تساوي لنا 3 في نفتح قوس القيمة المطلقة لx ناقص 1 زائد القيمة المطلقة لx قلنا x ناقص 1 ثم زائد القيمة المطلقة لx زائد 1 هكذا. وهذه بطبعها لو تدققوا معي يا أبنائي أليس هي f لx؟ نعم إنها f لx. انظروا انطلقنا من f لناقص x فوجدناها أنها تساوي لنا f لx. فماذا يمكن أن نقول؟ نقول هكذا ومنه لاحظوا إذا نقول ومنه الدالة f دالة كيف هي؟ زوجية على مجال التعريف على مجال من ناقص 3 إلى 3 يا أبنائي. يقول أحدكم والإجابة كيف نجيب في الاختبارات؟ مثل ما ترون هنا في الفيديو. كل مرحلة أن تذكر، هذه يجب أن تذكر وهذه أن تذكر حتى نخرج من f لناقص x أنها تساوي لنا f لx فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى سؤال آخر خامسا مهم جدا. قال اكتب f لx دون رمز القيمة المطلقة. بعدما قلنا بدون رمز قيمة الجذر التربيعي الآن بدون رمز القيمة المطلقة. إذا نكتب هنا كتابة f لx دون رمز القيمة ماذا؟ المطلقة. لاحظوا جيدا أبنائي نقطة نقطة. أولا ننتبه. إذا هنا أولا نكتب x مجموعة التعريف من ناقص 3 إلى 3. نأتي الآن إلى هذا الفرع الأول من هو؟ اللي هو القيمة المطلقة لx زائد 1. يا أبنائي ركزوا، القيمة المطلقة لx زائد 1 هذه أولا نبحث عليها أين تنعدم. ننقل هذا إلى هنا تصبح لنا x يساوي ناقص 1. إذا نضع هنا ناقص 1 هكذا. انتبهوا هذا رمز الانعدام ثم نكمل الخط هكذا. ماذا تقول القاعدة؟ بما أن هذه عبارة من الدرجة الأولى فمن هنا نفس ومن هنا عكس. إذا قلنا عبارة من الدرجة الأولى أي نفس وأي عكس. ها هو العدد المضروب في الإكس كيف هو؟ موجب. من هنا نفس ومن هنا عكس. ما معناه؟ معناه أن في هذا المجال من هنا الناقص هذه الكتابة هنا التي بالداخل نضربها في ناقص فاصبح لنا ناقص إكس ناقص 1. أما هنا في هذا الجزء من هنا إلى هنا فتضرب في زائد فتبقى هي تبقى إكس زائد ماذا؟ زائد 1 فقط يا أبنائي. ثم بعدها نأتي الآن إلى هذا من هو؟ اللي هو القيمة المطلقة لإكس ناقص 1 اللي هي إكس ناقص 1 يساوي 0. ننقل هذا إلى هنا تصبح لنا إكس يساوي لنا 1. إذا هذه أين تنعدم؟ تنعدم عند 1.
نضع هكذا أبنائي ثم رمز الانعدام ثم يكمل سيره إلى غاية هنا. لكن لا ننسى أن هذا الخط الأخضر وجد الكتابة هنا x زائد 1 لا دخل له فيها، فيترك هنا x زائد 1 لأن جاء عابر سبيل هو له تأثيره في هذه المنطقة. إذا بما أن هذه عبارة من الدرجة الأولى، كذلك هنا نأتي نقول هنا نفس وهنا عكس، يعني هنا كذلك تكون عكس، لأن ها هو مفترق الطرق في اللون كما أشير هنا باللون الأحمر حتى تفهموا جيدا. إذا هنا فماذا نكتب؟ هنا تصبح لنا نضرب هذه التي بالداخل نضربها في ناقص، فتصبح لنا ناقص x زائد 1، وهنا كذلك ناقص x زائد 1، أما هنا نضربها في زائد فتصبح لنا ماذا؟ x ناقص 1. لاحظوا في هذه المنطقة هنا يحدث الافتراق. من هنا نضرب بالعبارة هذه التي داخل قيمة مطلقة في زائد فتبقى هي، لكن في هذه هنا نضربها في ناقص بناقص x زائد 1، وهنا كذلك في ناقص x زائد 1. ثم نأتي الآن لماذا؟ لأن نجمع هذا الجزء ونضرب في 3. الآن نكتب هكذا 3، لاحظوا وانتبهوا معي، نكتب هنا 3 ونفتح قوس هكذا ونكتب القيمة المطلقة لx زائد 1 زائد ماذا؟ زائد القيمة المطلقة لx ناقص 1 هكذا أبنائي، ويمكن أن نستعمل هنا هكذا القوس ومن هنا هكذا القوس. ركزوا هنا نقطة نقطة. أولا نجمع بينهم عملية جمع ثم تضرب القيمة في 3. اجمعوا هذا زائد هذا. لاحظوا أولا عندنا ناقص x ناقص 1 نجمع ناقص x، لاحظوا زائد 1، فيذهب هذا مع هذا. كم تعطي لكم؟ تعطي لنا ناقص 2x، لكن الكل مضروب في 3، فلما نضرب هنا ب3 كم نتحصل؟ نتحصل على ناقص 6x. إذا نضرب هنا تصبح لنا ناقص 6x. أعيد حتى تفهموا. اجمعوا ناقص x مع ناقص x، إنها ناقص 2x ضرب 3 ناقص 6x، ثم ناقص 1 مع الزائد 1 صفر، صفر في 3 يبقى لنا صفر. نأتي الآن إلى هذا، لاحظوا عندنا x زائد 1 مع ناقص x زائد 1، هذا يذهب مع هذا. كم تعطي لكم؟ 2، لكن الكل مضروب في 3 تصبح لنا كم؟ 6. إذا هنا النتيجة إنها 6. لاحظتم يعني الأمر أصبح جد بسيط. ثم عندنا الحالة الثالثة، نجمع هذا مع هذا ونضرب في 3. عندنا x زائد 1 زائد x ناقص 1 يساوي، هذا يذهب مع هذا تصبح لنا 2x، ثم نضرب الآن في 3 فتصبح لنا كم؟ 6x. إذا ها هي كتبت الآن هنا، عفوا، إذا نكتب هنا 6x، ثم نعطي النتيجة النهائية اللي هي f لx. إذا نأتي ونكتب هنا f لx. الآن هذه هي f لx، إن هذه أليس هذه قيم هي f لx؟ نعم، لأن 3 في القيمة المطلقة لx زائد 1 زائد القيمة المطلقة لx ناقص 1 كما وجدنا ناقص 6x، نكتب هنا ناقص 6x، ثم عندنا هنا 6، ثم عندنا 6x. الآن نعطي الكتابة f لx لكن هنا مع تقسيم المجالات. لاحظوا وانتبهوا معي. إذا ماذا نقول؟ نقول هكذا، أرجوكم ينتبهوا. نقول f لx تساوي، يمكن أن نعطي f لx تساوي لنا المرة الأولى ماذا؟ تساوي لنا ناقص 6x تساوي هنا، لكن x أين يكون؟ يكون من هنا إلى هنا فقط، يعني مع x يكون ينتمي من المجال من ناقص 3 إلى ناقص 1. وعندنا f لx تساوي، يعني هنا أو عندنا تساوي لنا كم؟ انظروا تساوي لنا 6. إذا كان x محصور ما بين من هنا إلى هنا فقط، من ناقص 1 إلى 1، وعندنا كذلك أو f لx تساوي، انظروا كم؟ 6x إذا كان x محصور ما بين 1 و3 من هنا إلى هنا. هذه هي كتابة f لx، لها 3 عبارات يا أبنائي. يعني هنا عندها ناقص 6x
إذا كان الإكس من ناقص 3 إلى 1، وتساوي لنا 6 مباشرة إذا كان إكس محصور ما بين ناقص 1 و1، يعني من هنا إلى هنا، وF لإكس تساوي لنا 6x إذا كان إكس محصور ما بين 1 و3 فقط. بعدما أنهينا الآن أبنائي واستخرجنا عبارة f لإكس دون رمز القيمة المطلقة المقسومة إلى 3 مجالات و3 عبارات، لاحظوا الآن نأتي إلى حد التغيرات الدالة f على المجالات من ناقص 3 إلى ناقص 1 من هنا إلى هنا، ومن ناقص 1 إلى 1 ها هو، ومن 1 إلى 3 ها هو. إذا نكتب هنا تحديد تغيرات الدالة f على المجالات، وهنا ننطلق بالمجال الأول. ألف، المجال الأول اللي هو من ناقص 3 إلى ناقص 1. عندنا f لإكس ماذا؟ f لإكس عبارتها كم؟ إنها ناقص 6x. في أين مجال؟ في المجال هذا. هذه الدالة كيف هي؟ إنها دالة خطية. نقول بما أن ناقص 6 كيف هو؟ قيمة سالبة تماما، لأن الدالة الخطية كيف تقول؟ تغيرات الدالة الخطية العدد المضروب في الإكس هو الذي يحدد، إذا كان سالب فهي متناقصة، وإذا كان زائد فهي متزايدة تماما. بما أن قلنا الناقص 6 عدد سالب، فإن الدالة f متناقصة تماما على المجال، ما هو؟ على المجال من ناقص 3 إلى ناقص 1، وانتهى الأمر. يعني الأمر جد بسيط. عندنا هذا المجال ألف. الآن المجال باء. إذا عندنا كذلك هنا قلنا x يكون ينتمي، عندنا هنا كذلك x ينتمي من ناقص 1 إلى 1. أصبحت عبارة الدالة هي f لx تساوي لنا 6. الآن لاحظوا، هل يوجد هنا عندنا x؟ لا. نقول الدالة f كيف هي؟ ثابتة. لماذا ثابتة يا أبنائي؟ لأن أصلا لا يوجد هنا متغير. إذا نقول الدالة f ثابتة على المجال. ما هو المجال؟ إنه من ناقص 1 إلى 1، يعني لا تصعد ولا تنزل، إنما تذهب كخط مستقيم هكذا، مثل السرعة لما تكون ثابتة. نأتي الآن إلى جيم كذلك. إذا كان عندنا x ينتمي من 1 إلى 3، فإن عبارة الدالة f تصبح لنا f لx تساوي لنا 6x. الستة قيمة موجبة تماما، لأن هذه دالة خطية، واتجاه تغير الدالة الخطية قلنا متعلق بالعدد المضروب في الإكس. إذا 6 قيمة موجبة تماما. نقول ومنه الدالة f كيف هي؟ متزايدة تماما على المجال من 1 إلى 3 فقط أبنائي. بعدما أنهينا مع تغيرات الدالة، نأتي الآن إلى السؤال الأخير. قال سابعا شكل جدول تغيرات الدالة f. إذا نكتب هنا جدول تغيرات الدالة التي اسمها f على المجال من ناقص 3 إلى 3. أولا عندنا جدول التغيرات أولا اللي هو مجموعة تعريفية، يعني من ناقص 3 إلى غاية 3. ثم نكتب هنا f لx. ركزوا جيدا. قلنا المجالات مقسومة على هذا النحو: من ناقص 3 إلى ناقص 1. إذا هنا عندنا ناقص 1، ومن الناقص 1 إلى 1، ومن 1 إلى زائد ما لا نهاية. إذا قلنا الدالة، لاحظوا الدالة في المجال من ناقص 3 إلى ناقص 1 كيف هي؟ متناقصة تماما. معناه نأتي إلى هنا ونضع خط هكذا حتى تفهموا الفكرة. ثم من المجال عندنا من ناقص 1 إلى 1 ثابتة. كيف ثابتة أبنائي؟ معناه يأتيكم هكذا. ثم ماذا؟ ثم عندنا المجال من ماذا؟ من 1 إلى 3 متزايدة. إذا متزايدة نصعد هكذا يا أبنائي، لاحظتم؟ هكذا. ثم الآن نقوم بحساب الصور. عندنا f لناقص 1 قد حسبت من قبل. يقول أحدكم أين هي؟ ها هي قد حسبت يا أبنائي، أذكركم بها. ها هي أمامكم، إنها 6 والأخرى كذلك 6. إذا نأتي إلى تعيين. إذا نكتب هنا ماذا؟ نكتب هنا 6 وهنا كذلك نفسها 6.
لم تتغير. عندنا الآن f لناقص 3. الناقص 3 تنتمي إلى هذا المجال، يمكن أن نعوض هنا بناقص 3 فتصبح لنا ناقص 3 في ناقص 6 كم يا أبنائي؟ إنها 18. إذا نكتب هنا 18. ثم عندنا صورة 3 نعوض هنا ب3 وهنا ب3 لأنها تنتمي إلى هذا المجال، فتصبح لنا 3 في 6 إنها 18. هذا هو جدول تغيرات هذه الدالة f فقط أبنائي. كما يمكننا أن نعطي لها رسم. لاحظوا جيدا إذا طلب منا رسم منحنى هذه الدالة على المجال من ناقص 3 إلى 3. إذا نأتي أبنائي إلى الرسم. لاحظوا جيدا، إذا عندنا ما نسمي هذا محور الفواصل وهذه محور التراتيب. إذا ها هو محور الفواصل حتى تعلموا، ها هو محور الفواصل، وعندنا محور التراتيب ها هو يا أبنائي. لاحظوا قلنا مجموعة التعريف من ماذا؟ من ناقص 3 إلى 3، يعني من هنا إلى هنا فقط. لاحظوا وانتبهوا معي نقطة نقطة أبنائي كي تتعلموا. أولا عندنا نأتي إلى النقطة الأولى، ناقص 3 مع ماذا؟ مع 18. ناقص 3 مع 18 إذا تكون في ماذا؟ في هذا المكان هنا كما أشير. إذا في هذا المكان ها هي الناقص 3 مع 18. ثم تنزل إلى ماذا؟ إلى ناقص 1 مع 6. ناقص 1 مع ماذا؟ مع 6 إلى غاية هذا المكان. ثم نأتي بما أنها دالة هكذا عبارة عن مستقيم. ثم عندنا ماذا؟ من ناقص 1 إلى 1 ثابتة. إذا كلمة ثابتة معناه نأتي من ناقص 1 إلى غاية الواحد ونتوقف. ثم نصعد إلى ماذا؟ إلى 3 مع 18 فتكون في هذا الموضع يا أبنائي. لاحظوا جيدا، إذا هنا عندنا كم؟ 4 وهنا 3. ها هو منحنى هذه الدالة f كما تلاحظون. انظروا تنزل، ها هو نزل، ثم هنا ثابتة، ثم تعيد الرجوع متناقصة ثابتة ومتزايدة فقط يا أبنائي. كما نلاحظ أن هنا ها هو يوافق كم؟ الناقص 3، وهنا كم يوافق؟ يوافق لنا 3. لاحظتم؟ إذن هذا هو منحنى هذه الدالة f المعرفة من ناقص ماذا؟ من ناقص 3 إلى غاية 3 فقط أبنائي. وفي الأخير أبنائي وبناتي الأعزاء أتمنى قد استفدتم من هذا الفيديو. كما أرجوكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على روح أمي الطاهرة. كما يمكنكم زيارة صفحتنا على الفيسبوك، إنها صفحة الأستاذ نور الدين، ليصلكم جديدنا باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.